هو مين الحلواني اللي بنى مصر؟ الرأي المنتشر بيقول ان هو جوهر الصقلي مؤسس القاهرة الفاطمية، وفي نفس الوقت اتقال ان هو كان شاطر جدا في صناعة الحلويات في بلده قبل ما يبقى قائد في الجيش. لكن في بعض الباحثين طلعوا قالوا لك لا، الكلام ده مش منطقي لسببين. السبب الاولاني ان الجملة بتقول اللي بنى مصر، انما جوهر الصقلي بنى القاهره بس. والسبب الثاني انه التاريخ بتاع جوهر الصقلي مفيش معلومات كتيره عنه في الكتب، فحكايه ان هو كان شاطر في صناعه الحلويات دي معلومه محدش متاكد منها. فناس ثانيه طلعت قالت لك بس يبقى الحلواني اللي مقصود هو محمد علي باشا، بس برضه طلع باحثين تانيين قال لك الكلام دوت مش صح، لانه مفيش اي ادله تاريخيه بتبين ان محمد علي بنى اي مدن مصريه. وبعدين محمد علي باشا ما كانش حلواني اصلا، امال مين الحلواني ده؟ حيرتونا معاكم. محدش. شفت المفاجاه دي؟ اصحاب الراي ده بيقولوا ان كلمه الحلواني دي مش مقصود بيها شخص معين، انما هي تعبير مجازي، لان مصر حلوه فطبيعي ان اللي يكون بناها ايه؟ حلواني. انتوا بقى ايه رايكم؟